عندك ستاند مال تصوير مشمور بالبيت وما محتاجه، تعال اقول لك شو تسوي وتستفاد من يمه. تروح لابو الانشائيه وتاخذ وياك 2000 دينار بس، وتقول له اريد من يمك تعطيني شمعه مال ثلاجه سعرها ب1500 وبيها قياسين نص متر ومتر، وقول له اريد مترتين واير من هذا الابيض اللي قدامكم مثل ما قاعد تشوفونه، سعر المتر مالته بربع دينار، وعندي واير اسود تشماله وتيب اسود وتيب عريض ابيض. وهسه جبت الستاند وراح احاور اسوي رينج لايت. عملت على الرينج لايت العمودي سعره تقريبا 35000، عليه من اذب 35000 خب عندي هاي الغراض اللي قدامكم وحوره واستفاد من يمها. طبعا الموضوع كلش تافه وبسيط وما يراد لاي شغله، مجرد ربط وايرات وتثبيت الاناره بالستاند مال التصوير. ربطت الوايرات وثبتتهن وتيبتهن مثل ما قاعد تشوفون، وهسه راح اشيل الشريط مال اللاصق اللي موجود خلف الاناره. طبعا الاناره كلش مرتبه وكل زين، انصحكم تجيبوه وتستفادون من يمها. وهسه جبت التيب العريض وراح اثبته بعد اقوى، اخاف يخرب اللاصق وتخرب وتوقع. وهسه راح اتيب بدايه الواير بالستاند مال التصوير حتى من ينجر ما يوقعهم. واخر فقره عندي راح اثبت الواير الاسود اللي موجود عندي، انا دائما استفاد من الشغلات وما اذبهن. بالمناسبه انا عندي عاده او طبيعه